تعالوا بقى كده عملت لكم حاجة كده. يعني حاجة جامدة للمدارس، للسندوتشات، للحضانة، يعني حاجة قليلة كده، فلوسها قليلة وهترمي معاكي كتير قوي قوي قوي. شايفة الجمال ده كله؟ تتوقع الجمال ده كله عملناه من ايه؟ ها؟ يا ريت كله يتوقع في التعليقات قبل ما نبدأ الفيديو. بس اول حاجة، اهم حاجة تحطوا لنا لايك وتقولوا لنا رايكم في التعليقات. واهم حاجة لو انت ما اشتركتيش معانا تخشي تشتركي معانا دلوقتي على الصفحة، ويلا بينا بقى نبدأ. اول حاجة طبعا هنجيب واحد بنجر ونص واحدة. زي ما انتم شايفين كده هنبتدي ان احنا نقشرها. وبعد ما نقشرها هنبتدي بقى ان احنا نبشرها. هنبشرها بأقل حاجة خالص زي ما انتم شايفين. طبعا يا جماعة انا مش هقول لكم على الفايدة وعلى الطعم وعلى الريحة اللي انا يعني ببقى واقفة فيها في المطبخ. والله العظيم حاجة كده مش هتاخد في ايدك 5 دقايق وهتعملي حاجة كده عسل، حاجة كده سكر. زي ما انت شايفة كده انا كده خلاص بشرتها. هبتدي بقى احطها في الطبق الكبير. زي ما انتوا شايفين 1.5 عملت كمية قد ايه ما شاء الله. على الكمية اللي انا عملتها دي بقى هحط كوباية من السكر. طبعا عايز تقللي السكر ده حسب ذوقك انتي. عايزة تكتري السكر برضو على حسبك انتي. هديها بقى كام تقليبة كده زي ما انت شايفة بالطريقة الحلوة دي. خلاص كده بقى انا اديتها التقليبات خلاص. هبتدي بقى ان انا هسيبها. انا هسبتها ساعتين. طبعا انت تقدري تسيبيها معاكي من ساعتين او 3 ساعات لحد يوم كامل. طبعا هتديك الشكل والجمال اللي انت شايفاه ده. زي ما انت شايفة بصي ميتها منها فيها، يعني نزلت مية كده والسكر باش فيها. يعني حاجة كده اساسا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده جميلة جدا جدا. وهنعمل منها حاجة عظمة قوي قوي قوي. وكل الأمهات بتعاني إن هي تعمل سندوتشات للمدارس لأطفالها. تعملي دي بقى وبصي يعني تحط ركك على الله. يعني حاجة كده جامدة قسما بالله، جامدة طعم وريحة. وطبعا بقى نزلت على النار كده بقى بيها. وهبتدي بقى ان انا اسيبها على النار تغلي كده شويه. بس اهم حاجه تروحي حاطه، انا حاطه 1 بنجر ونص. هروح نازله بكوبايه وربع من الميه. بس هسيبها بقى تغلي مع نفسها كده. الاول كنت معليه النار، بعد كده وطيت النار خالص. وزي ما انتوا شايفين كده سايباها تغلي براحتها لحد ما المية بتاعتها دي تتشرب خالص. وطبعا في السوا بتاعتها انت اول ما تدوقيها هتلاقيها كهرمانة، هتلاقيها بتدوب في بقك كده. واهم حاجة ان انت لما بتيجي تاخد اول غلو او اتنين تروحي موطية النار خالص. تبقي موطية النار عشان ما تتلسعش منك، عشان ما تقوليش اتلسعت مني او اتحرقت او باظت وتقولي ياسمين السبب. وخلاص كده بقى شايفة بقت كريمي معانا ازاي. بسم الله ما شاء الله كريمي. هننزل بقى بعصرة ليمونة كده يا قمراية اللي بتتفرجي عليا اللي هترزعيني لايك دلوقتي. وهروح حاطة بقى عندي فانيليا سايلة، هروح حاطة نقطتين يا دوبت. لو عندك فانيليا من الكياس هتحطي كيس واحد. زي ما انت شايفة كده هتديكي بقى ريحة جامدة قوي قوي قوي. وزي ما انت شايفين كده بقى هديها كذا تقليبة كده وبعد كده انزلها من على النار. زي ما انتوا شايفين كده خلصناها. هفضيها بقى في الطبق واجيلكوا تاني. يا لهوي على الجمال، ايه الجمال ده يا ناس. زي ما انت شايفة كده بصي عملت مربى من مفيش. ما تقوليش بقى تكاليف ولا مش تكاليف. هتروحي تجيبي 1 بنجر ب3 جنيه ولا هتجيبي ب5 جنيه بنجر ومعاهم كوباية سكر او نص كوباية سكر وهتعملي احلى برطمان مربى اللي هو بره اصلا عامل 50 او 70 جنيه كمان.